5 حاجات لو عملتهم هتعيش مبسوط. اللي احنا مش عارفين نعيش مبسوطين ليه؟ مش عارفين نعيش سعداء لان احنا اللي مقررين ان احنا ما ننبسطش. لكن تعالوا اقول لكم 5 حاجات يخلوكم دايما تعيشوا مبسوطين. اول حاجة، في ناس كتير ما بتعرفش تحب نفسها، او في ناس كتير اتعلمت ان هي تضحي من اجل الاخرين، سواء بيتها سواء ولادها سواء جوزها، وفاكره ان هي كده عايشه صح. لكن اول علامه من علامات السواء النفسي ان انت تحب نفسك، وان انت تقدم الحب لنفسك قبل ما تقدمه لاي حد. فتعلم قبل اي حد وقبل اي شيء ان انت تحب نفسك، وطول ما انت تحب نفسك هتعرف تحب الاخرين وتعرف تحب اللي حواليك، وتعرف تدي لنفسك وقت واديها سعادة، اديها راحة، اديها فرح، هتلاقي نفسك تعيش مبسوط. تاني حاجة التسامح. في ناس ما بتعرفش تسامح نفسها ولا تتسامح في الماضي، وطبعا ده سبب رئيسي يخليك ما تعرفش تعيش مبسوط. لان الناس اللي ما بتعرفش تسامح حتى نفسها بيعيشوا دايما في سجن الماضي، وبيبقوا قافلين على نفسهم الماضي والذكريات السلبية والافكار السلبية، فمش بيعرفوا ينسوا. وطول ما هم مش بيعرفوا ينسوا مش هيعرفوا يعيشوا مبسوطين ولا يعيشوا سعداء. فسامح نفسك على الماضي، وسامح نفسك على الافكار السلبية بتاعت الماضي، وسامح نفسك على اخطاء الماضي. في ناس بتكون اصلا ما بتعرفش تسامح نفسها، او في ناس دايما اللي هم بيدوروا على المثالية والكمال والحاجات دي كلها، فبالنسبة لهم الغلط ده مصيبة كبيرة، وان هم يغلطوا او ابنهم يغلط دي مشكلة اكبر. فبالتالي الناس دي ما بتعرفش تعيش سعداء. لان انت علشان تعيش سعيد وتعيش مبسوط لازم تسامح نفسك على كل اخطاء الماضي، وتعرف كويس جدا ان احنا بشر، وطبيعة البشر ان احنا نغلط، وان الانسان اتخلق واتولد علشان يغلط وعشان يتعلم من اخطائه، مش علشان ما يغلطش. وبالتالي لما تسامح نفسك تعرف تسامح الاخرين وتسامح اللي اذاك، وده مش عشان هو، ده عشان نفسك. تالت حاجة عشان تعيش مبسوط العطاء. واحد يقول لك طب هو العطاء المادي؟ لا، انت ممكن تدي ابتسامة حلوة، انت ممكن تدي كلمة حلوة. يعني عايز اقول لك حتى الابتسامة اللي انت بتبتسمها لغيرك دي تعتبر صدقة. الكلمة الطيبة اللي انت بتقولها لغيرك دي بتشفي وبتحيي وبتراجع الانسان للحياة. عشان كده الكلمة تحيي والكلمة تميت. فانت لما تقول كلمة الانسان تحييه تخليه يرجع للحياة، وفي كلمة تانية تموت الناس. فدايما انت خلي دايما لسانك يقول كلام جميل. كل ما انت بتعطي كل ما بيزيد عندك هرمون اسمه هرمون السيروتونين، والهرمون ده مسؤول عن سعادتك، فانت بيخليك ان انت كمان بتعيش مبسوط. رابع حاجة، لا تهتم بالناس. في ناس بتقولك الناس قالت، الناس بتقول، الناس هتقول. كل الناس او كل اي حد بيركز على الناس ما بيعرفش يعيش مبسوط. فانت عشان تعيش مبسوط ما تفكرش الناس قالت ايه والناس بتقول ايه والناس كمان هتقول ايه. اخر حاجة الغرق في الخوف والقلق. في ناس اصلا بتأفور في الخوف، بتأفور في القلق. القلق هو حاجة ما حصلتش، يعني انت خايف من حاجة لسه لم تحدث. فليه تعيش خايف لما تقدر ان انت تعيش مطمن؟ وسيب كل حاجة على ربنا، وهتلاقي ربنا خلى حياتك حلوة وخلى حياتك سعيدة. والناس اللي بيعيشوا واثقين في ربنا، ربنا بيديهم على قد ثقتهم فيه.